إلى كل الوطنيين الصحراويين أينما تواجدوا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ويقول عز وجل: من المؤمنين رجال صادقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. هكذا يكون الاستعداد للعدو بكل طرق والوسائل التي تجعل من الشعب كتلة واحدة لا مجال لاختراقها، وتجعل من الوطن مكانا مكهربا لا قادرا للوصول إليه ولا طامع فيه. مسلمات. في بداية هذه الكلمات لا يسعنا إلا أن نضع مجموعة من المبادئ جاءت في شكل مسلمات، وهي: أولا، لا كرامة ولا سيادة ولا مصير بدون كيان وطني، والذي ينبغي لتحقيق ترسيخه عقيدة ألا وهي الوحدة الوطنية بكل مبادئها وفقودها. لا يغصبكم ونقيس هذا الربط يربط بين الشباب وهذا الرجال المجمعين. إن احتضام المواجهة مع جيوش جبارة مدججة بأحدث آليات الحرب ووسائلها تم خلالها إعداد أرضية لواقع جديد ومستقبل أعاد يعطيه فرصة لتكوين أجيال جديدة مثقفة تم إعدادها في خضم المعركة. ويجب أن يعي الكل ويفهم أن المصير المشترك بين جيلين هما جيل البداية والتأسيس شعبا الذي خلق مكسبان عبر الخطأ والصواب، أولهما تثبيت حق الشعب الصحراوي في الوجود، وثانيهما نفي استحالة قيام دولة صحراوية ذات شرعية واعتراف دولي. جيل مثقف وقادر تم إعداده في خضم معركة التحرير والبناء. شعريكم المآلات تواصل من الأول والثاني، نستخلص أنه ليس هناك جيل في غنى عن الآخر، وهذا هو معنى التكامل والتواصل، لأن الرسالة واحدة وكذا المصير واحد. ومن هنا يجب التركيز من ناحية على خبرة الجيل الأول وعلم الجيل الثاني، والمطلوب هنا عدم استيراد كل ما من شأنه تحريف هذا المسار أو زعزعة صراط الثورة، وتدعيم كل ما هو وارد بالعلم والعولمة. ونحن نقف على أعتاب 45 سنة من